امريكا دلوقتي بتنقل طيارات خاصه وطيارات شحن وطيارات تموين وقود بالكامل لاوروبا، وتحديدا لقاعده رامستين اللي هي اكبر قاعده عندهم. تحركات زي دي ما بتحصلش عشوائي كده او عشان تدريبات، بتحصل لما بيكون في حاجه كبيره جايه في الطريق. خلينا اشرح لك الكلام عليه. النهارده ايران بتتهز من تاني، وعندهم مظاهرات مش راضيه تهدى، اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. الناس لسه في الشوارع بتطالب بتغيير النظام كله، والموضوع انتشر ووصل لاكتر من 100 مدينه، لدرجه ان البلد دخلت في مرحله قطع الانترنت. وبقى في تقارير بتقول ان المرشد الاعلى الايراني بقى عنده خطه تانية، ولو ما عرفش يسيطر ممكن يهرب على روسيا زي ما عمل بشار الاسد. في نفس الوقت بقى البرلمان الايراني بيهدد انه هيضرب القواعد الامريكيه اللي موجوده في الشرق الاوسط زي ما بيعمل كل مره، وترامب قالها بوضوح: احنا مراقبينهم كويس جدا، ولو بداوا يقتلوا الناس زي ما عملوا قبل كده هيتضربوا ضربه قويه جدا. بالنسبه لاسرائيل الانتظار فيه مخطط، عشان ايران بتبني صواريخها من تاني وبتنقل قدراتها النوويه. تحركات امريكا والاضطرابات اللي بتحصل في ايران واستعجال اسرائيل دي مش اخبار عشوائيه، ده ضغط مربوط ببعض. ولما الضغط بيوصل للمرحله دي ده معناه في الاغلب ان خريطه العالم على وشك تتغير تاني. فاربطوا الحزام وخليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه الفتره اللي جايه.